ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بوريك الافران بطريقه سهله جدا. دي كوبايه لبن، تمام اهوت بالكوب المعياري. هننزل عليها بمعلقه خميره كبيره، هننزل عليها بمعلقه سكر كبيره، تمام. وهننزل عليها بمعلقتين صلصه. المعلقتين الصلصه دي عشان تديها اللون الحلو الاحمر اللي احنا بنحبه دوت. اهوت يعني حوالي كيس الصلصه دوت اصلا يعني. وهنقلبها اهوت، هنقلبها كويس عشان الخميره نتاكد ان شاء الله ان هي شغاله. بصراحه كان طعمه خطير يا جماعه، خطير، لازم تجربوه. اهوت احنا بنقلب كويس خالص الخميره مع السكر مع الصلصه. اهوت هنقعد نقلب. بعد كده بقى دلوقتي اهوت هننزل بقى نبتدي نحضر الدقيق. ادي كوبايه دقيق بالكوبايه برضو المعياريه احنا بنعاير بيها. وادي التانية. وهننزل بعد كده ادي كمان واحدة، ادي 3 كوبايات هما الدقيق. ودوت معلقتين لبن نيدو وعليها رشة الملح، تمام. وادي معلقتين زيت كبار، تمام يا جماعة. هننزل ده برضو بمعلقة بيكنج باودر. هنبتدي بقى نقلبهم مع بعض عشان يعني الدقيق يتسمغ بقى بالحاجات ديت اهو. هنقلبه مع الزيت كويس قوي لغايه لما نلاقي العجين بقى عامل زي الرمله كده، بقى متشرب بقى الزيت والحاجات دي كلها اتقلبت. بعد كده بقى هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هو الخميره والصلصه والسكر واللبن، تمام اهوت. هنسيبها تتعجن كويس قوي. طبعا انت ممكن تقدري تعجنيها على ايديكي وممكن تعمليها في العجان زي ما انا ما بنعملها اهوت. بصوا تتعجن كويس قوي، هتلاقي العجينه طريه وهشه. وهننزل هنا بنقطه زيت كده عشان تلم العجينه من العجان، تمام اهو. بصوا لمة العجينه نقطه الزيت دي بتفرق قوي. برضو انا بحب اروح عجنها كده بحب اخدمها كويس، اللي هو برضو اعيد عجنها كده على ايدي. يعني بفضل برضو اعجن في العجينه كويس عشان يعني هي اي معجنات حلاوتها وان هي تطلع جميله انك تبقي خدمها كويس قوي في العجينه. لو وصلتوا لحد هنا عايزاكي تعملي اشتراك او متابعة عشان عيلتنا تكبر على اليوتيوب. تمام. وما تنسيش تعملي متابعة ولايك للفيديو. هستنى تجاربكم. هي سهلة يا جماعة ومهيش مكلفة وبسيطة خالص. او زي ما انتم ما شايفين انا عمالة برضو بعيد عجني فيها كويس قوي عشان العجينة تبقى طرية في ايدي. وبعد كده هسيبها تتخمر حوالي ساعة على حسب يعني درجة الحرارة عندكم في البيت. يعني ممكن تاخد ساعة، ممكن نص ساعة، المهم تسيبها تتخمر وترتاح تبقى كويسة اهوت. وده بعد ما اتخمرت اهيت ما شاء الله بقت جميلة. هبتدي بقى اخد منها كور صغيرة خالص كده واحط جوه كل كورة معلقة صغيرة جبنة بقى من اي نوع جبنة انتوا عايزينه، وتشكليها بالطريقة اللي انت تحبيها طبعا. بس هو البوريك شكله معروف فاحنا بنعمل الشكل المعتاد خالص ليه اهوت. بقى انا هكور كذا كورة كده جنبي وبروح ضغط عليها بايديا كده تاني اهوت قدامكم زي ما الطريقة باينة قدامكم ومهيت وواضحة خالص. بعمل اهو. بس يا جماعه صحيح عايزه اعرفكم على حاجه برضو تدهنوا لو انت هتعملي في صواني المونيا. لازم تدهني الصينيه كويس قوي يا جماعه عشان انا صينيه ما دهنتهاش كويس قوي. يا دوبك بس رشيت عليها زيت كده بالبخاخ، لا في لزقت فيها شويه. فدهنوها كويس او الصاج دهنوه كويس قوي بالزيت، فاهمني؟ لازم يبقى زيت كويس عشان ما يبقى لهوش ريحه يا جماعه. بس اهوت احنا بقى بنشكل كله بنفس الطريقه زي ما انتم ما شايفين، برضو الطريقه قدامكم ما هي واضحه. بعد ما بنشكله بنسيبه، برضو لازم نسيبه يخمر يا جماعة، لازم تسيبوه يخمر تاني. لما يخمر كده الحجم هيبقى حلو. واقفلوه كويس، اتاكدوا ان انتوا قافلينه كويس عشان ما تلاقيش الجبنه طلعت في الصاج او في الصينيه اللي انت هتعملي فيها. عشان انت لو مش قافلاه كويس هتلاقيها طلعت منه. تمام. انا قعدت بقى كملت انا بقى مع نفسي كده كورت كله اهيت. دي بعد ما خمرت انا بحط على الوش لبن بس عشان ما بحبش زفارة البيض على الوش. وساعات لبن ونسكافيه وسكر، تمام. بس انا هنا عامله لبن بس وهحط عليها حبه البركه وتسويها في درجه حراره 200، ما بتاخدش ربع ساعه بس. وبجد طلعت جميله وهشه وتحفه، جربوها يا جماعه.